السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا قلبي. السنة الجاية يا رب كده يكون كل حبايبكم فرحانين بيهم. اللي عندها بنوتة تفرح بيه وتجوزها، اللي عندها بنوتة تفرح. معلش بقى انا النهاردة مش ماسكة الحامل فبصور بايديا، سامحوني على الهزة اللي في التليفون. كل اللي عندها بنوتة يا رب تجوزها، وكل اللي عندها شاب تفرح بيه وبشهادته، والبنات نفرح بيهم وبشهاداتهم برضو، ونفرح بيهم في بيوتهم يا رب. وطمنكم على حبايبكم، وكل سنة وحضراتكم كلكم حبايبي طيبين وبخير. وحشتوني كتير والله. اتمنى يا رب كده تفضلوا معايا موجودين على طول على طول على طول على طول. تعالوا بقى نخش في الفيديو بتاعنا ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم القيامة، ووريكم الذهب اللي انا عاملاه النهارده. شايفين؟ بسم الله والله اكبر، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حبايبي، حبة الدهب دول من الزيت المستعمل، واللي حابب انه يشوف الجمال ده اتعمل ازاي، عندكم القناة بتاعتي هتلاقوها فيها حبة منظفات كتير. انا القناة بتاعتي شاملة كل حاجة، شاملة حلويات، شاملة اكل، شاملة منظفات. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال اسعى يا عبد وانا هسعى معاك، والرزق بيحب الخفية، واللي بنقدر عليه هنعمله. كل اللي في ايده حاجة يقدر يعملها هيعملها، وبنعمل اللي على قدنا. ويا رب يا رب يا رب يكرمنا ويكرمكم فيه يا رب. كل اللي بيسعى للخير ربنا يكرمه، وبيسعى لرزق ولاده. حبايبي، شايفين الصابون ده؟ انا عملته امبارح، نقلته من الطبق ده للطبق ده، علشان انا لما عملته ما شاء الله تقل عقبال الصبح. وكان عندي مشوار كده للدكتور، ورحت وجيت ومش عارف ايه، لقيتها كتلة ما شاء الله عليها، يعني كتلة كبيرة ما شاء الله. هوريكم الصابون ده كان عامل ازاي. انا عملت منه امبارح طبقين، طبق ليا يعني 5 كيلو ليا، و5 كيلو لبيت ابني. تعالوا بقى اشوف الطبق التاني، ان انا لسه ما نقلتوش عشان اخفه. شايفين؟ طبعا واضح. شايفين عامل ازاي؟ الحاجات اللي هي النقط السوداء دي حبايبي دوت نعناع. انا الميه اللي حليت بيها الصابون غليت فيها نعناع. كان عندي نعناع في الفريزر ومش محتاجاه، لقيت لونه كده كان مغمق وما حبيتش ان انا احطه في الشاي، فروحت تبقى ارميه حرام عليا. رحت غاليه الميه وسقطه فيها يعني طبق نعناع حلو كده مظبوط، حوالي كبشتين حلوين، غليتهم وحليت بيهم الصابون بتاعي. بشرت الصابون وحطيت بس حبه لون اصفر منظفات من عند اي صبانه جنبك. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، عمل لي لون الذهب ده. تاني يوم، امبارح كان اللون غامق، عبال تاني يوم بقى اللون الاصفر الجميل ده. شايفين عامل ازاي؟ شايفين الصابون نازل عامل ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب كرمنا ويكرمكم حبايبي، يا رب كرمنا ويكرمكم، يا رب يجعله رمضان مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. لو عندك حبة زيت مستعمل يلا تشجعي وخشي على القناة وشوفي عملناه ازاي. انت هتلاقيني عاملهولك بالبرتقال. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ما شاء الله. جربي في كوباية زيت واحدة يا حبيبة قلبي، وامشي واحدة واحدة. كوباية الزيت احنا قايلين في الفيديو هتاخد معلقتين ونص بطاس، على حوالي 3 4 معالق مية. خش عندك الفيديو وشوفي كملنا الفيديو بتاعنا ازاي، وايه الحاجات اللي احنا زودناها بيه عشان ما نضيع ريحة الزيت. وعندك ما شاء الله ولا قوة الا بالله كذا طريقة صابون على القناة، والطريقة يا حبيبة قلبي اللي تعجبك اتعاملي بيها. عندك على القناة شاور الفحم، وعندك شاور البني لسه هنزله. عندك على القناة صابونة اللبان الذكر للوجه، شد الوجه، واحنا عارفين فوائد لبان الذكر، واللي ما يعرفش يخش على اليوتيوب ويشوف. ما شاء الله لبان الذكر في شد التجاعيد، في توحيد اللون للوجه، في شيل التصبغات. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، شد التجاعيد، مبيض، حاجة فوق الممتاز. وعاملينها بصابونة جليسرين والبان ذكر، لا داخل لها اي مواد حافظة، ولا داخل لها صودا كاوية، ولا داخل لها اي حاجة. هي واللبان والصابونة والعسل. ما شاء الله والله مستعملاها من يوم ما نزلت الفيديو عندكم الميعاد بتاعه. حطها في الصبانة في الحمام،
قسما بالله قسما بالله زي اللي هي زي الفل زي ما هي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. جربوها وهتعجبكم. وعامله صابونه البن، هنزل لكم بيها ان شاء الله، عشان من هنا لحد العيد ان شاء الله يبقى عندنا كذا صابونه كده لتوحيد اللون وتنظيف البشره. طبعا صابونه البن دي عشان تنظف البشره خالص، توحيد اللون، الاماكن الغامقه في جسمك. وعامله منها شاور البن برضو الاماكن الغامقه في جسمك. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، هيعجبكم جدا. عندك كذا حاجة على القناة، وعندك شامبو بتاع الشعر لتساقط الشعر. اقسم بالله العلي العظيم بقالي 3 شهور كان شعري بيسقط، والله والله احنا في ايام مفترجة. انا شعري دلوقتي الحمد لله والشكر لله. ولما قلت لاختي ان انا والله انا جربته في نفسي الاول، انا كل حاجة بحب اجربها في نفسي عشان اتقي ربنا، عشان لما انزل حاجة لحد ما يدعيش عليا. الصابونه انا عملت شامبو الصدر، وعملت كريم اللي هو بتاع بالاعشاب، بس انا الصراحه ما نزلتش الكريم عشان ما سجلتوش. لكن الشامبو بعته لاختي لما قلت لها والله يا اختي 3 شهور استعملته، واصبي عليه 3 شهور بالظبط عشان تشوف النتيجه بتاعته. وكلها برضو اعشاب طبيعيه ما فيهاش اي مواد تضر شعرك في حاجه. والله والله شعري الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. يا رب الفيديو بتاعنا يا حبايبي يكون عجبكم. ما تنسوناش باللايك والشير، وفضل منكم والله يا حبايبي يا اخواتي ان انتوا لو عجبتكم القناه بتاعتي اشتركوا عندي في القناه، فعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد. القناه بتاعتي بتعمل كل حاجه، اكل، حلويات، منظفات، اي حاجه بالحلال، علشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. ويا رب يا رب يا رب حبايبي يكون الفيديو بتاعك عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ودمتم في رعاية الله.